السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. في الفيديو تاع اليوم حبيت نشارك معكم روتين لنهاري اليوم الجمعه. درت روتين في الدوش في صال دو بان، وشاركت معكم ان الغداء تاعي اللي درته لنهار الجمعه، وشاركت معكم ايضا وصفه تاع بانكيك يجي بزاف بنين وناجح 100%. فرحي به ولادك صراحه، انا عجبني بزاف ونتيجه مضمونه. فورت البربوشه، فورتها مرتين، فورتها المره غسلتها المره الاولى ودرت لها وقطرتها كي نشفت، درت لها زيت، درتها تفور المره الاولى واحد 10 دقائق، نحيتها عاود درت لها الماء والملح، كاس تاع ماء بوخي بشوي مع الملح، خرجيها مليح حتى تنشف. زيدي لها زبده، من الاحسن اللي عندك الدهان ديري الدهان وشويه تاع زبده ذوبيهم وديري كما نقولوا خلطيها مليح، عاودي قلبيها تفور للمره الثانيه 10 دقائق. هنا راهي المره الثانيه اللي تفور. بعد ما تفور مليح راح نحيها ونزيد لها شويه دهان حار ولا زبده انت واش راكي حابه وتكون واجده معنا. وهنايا راني درت لاصوص. انا هنا راه عليا الحال اليوم درت بربوشه على السريع. هنا درت كلش، خلطت كلش، نصمت البصله والطماطم مع الثوم، رحيت كلش درت معاهم طرف تاع الدجاج وما قلت واحد 5 دقائق برك، ودير مع الحمص طبعا. وزدت درت عليها الخرشف وغسلته وقطعته ونقيته وغسلته، ومعاها الجريوات وقرنتها فلفل وسكر ومرقت وسكرت عليها طول وخليتها طيب نص ساعه. حليت عليها كما راكم تشوفوا راهي واجده. وليت هنا جبت هذا المنظم، على بالكم لازم واحد مره على مره يحكوا، لانه يلم الغبره ومعاه ابيض يبان فيه، لازم مره على مره نيطوايوه. هنا درت راغيته وحكيته بالشتاء وعاودت شللته، ومن بعد خليته يكطر حتى نشف وعاودت قلبت فيه الحوايج. صراحه هذا المنظم بزاف مليح، وخاصه الاماكن الضيقه راح يهزلك بزاف حوايج، ومنظم مليح ما يديش بزاف البلاصه وبزاف يعني مليح، يعني تقدري تكركري يعني تجري في هذا الرواند. بعد ما خرجت كما تحكيت هنايا الحمام، حكيته مليح كما على بالكم هذاك من ما بزاف يدير الكالكير، حكيته مليح ومن بعد شللته. بعد ما خلصت هنا ثاني درت القش يتغسل كما على بالكم، كتعود وحده تربي مع الاولاد وكل برسك تغسل يوميا ديما يخمجوا يعني بزاف. درت هنا القش يتغسل ريقلتها، وهنا كملت سيقت صال دو بان كامل وحكيت لافابو. وسيوتو كيعود لافابو ابيض لازم يتحك كل دقيقه. انا كل ما ندخل نغسل يديا ولا نروح نحكو ديما يقعد في ليطاج، ومن نحب عفوا ليطاش ما نحبش كي نشوف فيه ليطاش هكذاك. هنايا حكيته كامل عاود شللته ونشفته اكل بكتانه تاع ميكروفيبر هذيك. هنا بعد ما نشف لي هذا السيبور، شوفوا انا درت فيه هذا لي بابي تواليت، ودرت هنا حوايج كامل تاع الدوش اللي نسحقهم وقلبته بلاصتو. انا دايرته بين الحيط وماشينا لافي، عندي بلاصه ثم درته يعني ما شاء الله حكم ما يحكمش بلاصه ولم لي حوايج بزاف. ننصحكم انا شيتو 100,000، ننصحكم انكم لقيتو عندكم بلايص ضايقين نديروه مش راح تندموا عليه. هنا بعد ما خلصت صال دو بان زدت بدلت الفوطه، علقت الفوطه وراه ولا يشعل كما يقولوا يا محلى نقال لو كان يبقى. وديما نظافه تكون يعني نظافه مليحه، النظافه من الايمان، نحبوا نشوفوا الحاله ديما منظمه وتبرق. وانا مع الاخر فحفحت شوي الحاله. انا نحب بزاف ريحه الخزامه، ديما نشري هذا النوع بزاف مليح، ومام يعني الريحه دايمه يعني كل ما دخلت تشم يعني ريحه تاع الخزامه تاع لافوند. وهنا بعد ما خلصنا حطينا تغدينا قبل الصلاه، راهي جات بربوشات شهيتكم في الجنه. بعد ما خلصنا هنا الغدا خصت الماعن، وبعد البنات بناتي يسخفوا على حاجه حلوه، وليد درت لي يشربوا بها الحليب، درت لهم بانكيك
صورت معكم الوصفة وراح نديرها معكم هنا. تبعوا فقط المراحل الأخيرة خطوة بخطوة راح ينجح معكم. عندي هنا 2 بيضات كاملين بحرارة المطبخ، نزيدوا عليه هنايا السكر وأروم اللي تحبوا لافاني ولا اللي تحبونه. درت هنايا أروم قارص، زدت 2 مغارف سكر عادي ومغرفة تاع الزيت. نخلطوا مليح هذو المكونات بلا فوي فقط بلا ما نستعملوا باتر. خلطوا مليح تشوفوا هذاك واحد 5 دقائق نشوفوا هذاك السكر ذاب والبيض يعني بياض شويه الخليط تاعو كما راكم تشوفوا. ونزيد هنا باقي المكونات، عندي هنا مغرفه تاع عسل، ونزيدوا هنا الفرينه. شوفوا البنات انا هنا في الاول درت 4 مغارف فرينه، نتوما هنا للامانه ديروا 5 مغارف فرينه، خاطر انا من بعد كي زدت 2 مغارف تاع الماء زدت لها مغرفه فرينه. هكذا نتوما هنا في هذه المرحله ديروا 5 مغارف تاع فرينه وغربلوها. نزيدوا مغرفه صغيره مملوءه خميره كيميائيه، نخلطوا مليح هنا الخليط تاعنا حتى الفرينه تذوب تتجانس مع البيض. ومن بعد هنا راح نضيف الماء، ماء عادي ما هو حميم ما هو بارد عادي من الحنفيه. نديروا 2 مغارف تاع الماء هكذا، نخلطوا مليح ونخليوها واحد 5 دقائق تروبوزي. ومن بعد رايحين نطيبوها في المقله، خليوها على الاقل 5 دقائق تروبوزي باه تشوفوا القوام تاعها مع زيت الفرينه تشرب. شوفوا هذا هو القوام تاعها. نبدا نجيبو هنا مغرف اللي نهزو به اللي نديرو به المرقه وكامل، نديرو فيها نص مغرف، ما نديروش مغرف كامل نص مغرف برك، والنار تكون قليله. نشعلو مع الاول على المقله تحمى مليح، ومن بعد كي نجيو نديرو خليط تاعنا نقصوا ليه الغاز مره ونخليوه يطيب فيها غير دوخ بالكم قاعد فيها العسل دقيقات حمار. خليوها تحمر كما نقولوا على الجهتين ونحيوها. كملوا باقي الخياطات خلصوا كامل. بعد ما تخلصوا هنا تجيبوا شوكولا اتارتيني. شوفوا هنا بعد ما خلصتم هذا الكميه دارت لي 7 حبات. انا هنا درت حبه فوق حبه كي شغل حشيتهم. جبت هنا حبه، شوفوا هنا كيف راه خفيف بالبزاف كي تاكلوه يجيكم يذوب في الفم. جبت هنا شوكولا اتارتيني اي نوع عندكم، تحبوا حتى ديروا كونفيتير ولا ما عندكم شوكولا ديروا من داخل كونفيتير فريز ولا مشماش ولا. هنا ندهنوا الحبه الاولى ونحطوا فوقها الحبه الثانيه ونضغطوا مليح على الحواشي باه تسكر في بعضها. ولا ما كنتش حابين ديروها تقدروا حبه برك ويعني ديروا لها الشوكولا وتحطوها كيما تقدروا ديروا هكذا وتقسموا حبه على 2 ثاني تجي بزاف بنينه. صراحه عجبتني بزاف هذه الوصفه وكل مره نعاودها. ان شاء الله ان اعجبكم لا فيديو تاع اليوم. ما تنسوش دعمي بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. خلوا لي تعليقاتكم الايجابيه لتشجعني اكثر واكثر. وفي فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.